السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا من العايدين، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب، وينعاد عليكم بالصحة والعافية. وعظم الله أجر الجميع بموت الرئيس عبد الرب منصور هادي. قدم قل كذا ينعاد عليكم بالصحة والعافية ويري أخص والعن. أنا إنسان منصف، لا مع ذا ولا مع ذا. طبعا نبدأ ساعة جديدة أول شيء. قبل ما ندخل بالموضوع نعمل احتفالية عيد بس بسيطة ونرجع. وانت غالي ولا تزال، ومقابلك عيد اللحى لما نجي او تعال. كل عام وانتم بخير، وبكل مجلس ملتقى جمعة احبة واصدقاء على المودة والنقا. وكل عام وانتم بخير، هالعيد هذا عيدكم، لا فرق الله شملكم، كبيركم وصغيركم. كل عام وانتم بخير، بالعطر والثوب الجديد الكل فرحان وسعيد. يا عيد يا محلاك عيد، كل عام وانتم بخير، والعيد له معنى كبير. وكل عام وأنتم بخير. طبعا موضوعنا اليوم بعيد عن موضوع الجحافل، هذا هكذا بس اللي يسبوا لي، واللي للآن للأسف في ناس. هذا بناقش الموضوع نفسه. اليوم مش أتكلم عن الشرعية، يا شرعية وبرضه برضو على تساؤلات. يا شرعية، أقسم بالله للأسف صح إنه نحن انظلمنا في عهد الانتقالي أبناء عدن وكذا، لكن كنا واخدين صورة إنه عيدروس الزبيدي هو اللي معطل كل شيء. هو 14 مليار اللي شله وهرب به، و18,000 تريليون اللي خباه الرقم مدري فين، واصحابه 66. وصحيح كان في حاجات عملوها القبايات والكذا، لكن للأسف ما نقدرش نثبت الآن للعدارسة أنه كلامكم غلط. ما أقدرش أقول لهم إيش أقول لهم. عيدروس كان فاسد، طيب راح، يلا راح هرب، يلا هرب. إيش كهرباء فينه؟ البالدي حقه عدو ما نشفش، صلوا على النبي. فين الكهرباء؟ الماء مقطوع. طيب الخدمات كل ما ليت سوء. طيب أول كانت الإمارات اللي هي تستخدم المنظومات، يعني ككرت تستخدم الموضوع هذا. الآن ما هلوش لا انتقالي ولا هل الإمارات ولا هل ذا. إيش السبب؟ ما نشيش إلا توضيح، بس توضيح فقط. إيش سبب هذه الأزمات اللي الآن تسوي وأنتم نفوسكم بالساحة؟ مين اللي له دخل عاد؟ حتى المظاهرات بطلوا يخرجوا. مين؟ إيش السبب؟ شو نوضح للناس يا أخي؟ عشان نحن قاتلنا معاكم باستماتة، والله دخلنا بكم تحدي. الآن لما يسألونا إيش أرد لهم؟ إيش أقول لهم بالله؟ أقول لهم لا أصلا عيدروس اللي يقعوا له هلا منا ولا إيش؟ صلوا على النبي. يا تجيبون إحنا مبرر، يا أخي تشوف نفسك مش مناسب لك هذا المنصب، أو ما قدرت تسوي حاجة، يا أخي استقيل. في ناس معاه شهادة، في كوادر، في أما نحن يعني لاقض الآن نحن داخلين بكم تحدي، وبالبداية هكذا. كيف يعني بعد 10 سنوات اللي الفترة اللي مسك بين الانتقالي؟ حاجة السعودية نحن شفنا خطوات من الإمارات، الآن تطبقيها تحسبين إنها جديدة، هي دارين بين إحنا. يعني لما تدعم ب150 مليون دولار مشتقات نفطية، الدولة حقنا فين عايشة، فين ساكنة؟ المبلغ هذا شركة مصافي عدن هنا أنا أرويكم في هنا شركة مصافي عدن هنا. هذه شوف هنا، هذه شركة مصافي عدن جنب بيتي. حلو، ربع المبلغ، ربعه. الأمور طيبة، ربعه بتنهي الأزمة نهائيا. شغل الإمارات ولا إيش تسوون؟ إحنا شغل الإمارات. صلوا على النبي يا بشر، صلوا على النبي. يا أخي اخرجوا من المناصب، لا قدكم مش دارسين اقتصاد، مش دارسين، اخرجوا حلوا الأزمات من جذوره ولا بطلوا لكم. والله استحيت، مش قادر الرد أصحاب الانتقالي. إيش أقول لهم؟ مع العلم ما قدس الانتقالي، ما قدسوش الانتقالي. أول ما عيشنا احنا الجنوب لهم. الآن أصحاب الانتقالي يحسوا إنه إيش؟ الجنوب مظلوم من الجنوب هم، لأنهم محور الجنوب عليهم هم. أول ما أقول طعموا خيرات اليمن تمتعوا كذا، وأحسوا طبعا رسالة وقال أصحاب الانتقالي. نحن ليش نقول قضية الجنوب قضية عادلة؟ قضية الجنوب لأن القضية الوحيدة لما عفاشة جاء مسك نحن رقد الكوادر حقنا، رقدهم، ومع العلم أنه كان يعطيهم راتب ومسكوا. حلو،
لهكذا نقول لأنه ظلم. نحن أنتم لما جيتم هنا شليتوا المناصب كلها مع الشاليهات مع المنتجعات مع الأراضي مع المساحات كانوا الجنوب انتم وتمتعتوا وحسوا هو عباس كان ظالم. نحن ليش؟ لأنه شافوا الرفاهية. وغيرهم مش جنوبيين، عرب 84 عرب ضخاين، ده عميل، ده داسوس، ده مدري ايه، ده مندس، ده الجنوب اصبح لهم الان لما خرجوا من المشهد يقول لك الجنوب انظلم بياخذوا ثرواتنا. لا، انتم اللي انظلمتم. اما نحن كذا محتلين اول ولا الان. بس اليوم مش حسي عند الانتقالي، اليوم حسي عند الشرعيه. ايش ارد العدارسه يا شرعيه؟ ناس مش قادره تشتري كباش عيد، الرواتب ما فيش، الازمات أخص والعن، المصافي واقف، ما فيش حاجة ملموسة شفناها. السعودية الدعم ب150 مليون، استثمرون بحقنا. ده شغل الإمارات، يعني شو توقف علينا كمان المصافي ولا إيش؟ والله ما عدرينا إيش نسوي. نحن نرجع مع مين؟ نحن نرجع مع مين عاد؟ نرجع مع مين؟ ارجع مع يدروس بنظلم، ارجع مع الشرعية. ايش تكذب على الناس؟ انا ما احبش كذب، انا صريح. ارجع مع الشرعيه لانها فساد. هذا فساد اللي نحن فيه، هو فساد. نجيب مين عاد؟ نخلق عبد الرؤوف السقاف جاء على عدن، ايش يسوي؟ ما نشوف موضوع عبد الرؤوف السقاف الرجال شكلنا معه. صلوا على النبي. يا تطيروا من مناصبكم لو انتم مش قد المناصب، يا تفهموا الشعب ايش سبب الفساد هذا وهذا الوضع. الجهال اختلسوا بالحماء، يا ما ادري ايش تصرفوا. صاحبي انت قايل حد يجي يكلمنا، انا ما اتداخل، ما لي دخل، والله ما لي دخل. يجي يسالنا سؤال يقول لي كيف الوضع عندكم؟ فين الفاسد عدروس؟ ايش ارد له؟ اقول له تمام. اما قصه، شوف قصه هذه اصحاب الشرعيه حبه هذه حبه، ماشي حبه. انت ما اجيت ماسكت خيرات بلاد 150 مليون دولار، تقول لي حبه دي بتصلح به؟ يا تجي تصلح ثاني ولا بطل لك؟ اعملوا هيكله وخطه. وربي لا مسكت منصب والله لا اصف، بطرد البلاد كله، بجلس النفسي.